السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. جايب لك النهارده عربيه الغلابه اس يو في الغلابه. انت النهارده بتدور على توسان سبورتاج كريتا عشان تركب عربيه عاليه وعربيه اس يو في. النهارده انا جبت لك عربيه اس يو في بنص الثمن. انت لو هتركب سبورتاج النهارده مثلا 2020 هتلاقيها بمليون 400 مليون 450 الف. انا جايب لك النهارده عربيه شيري تيجو 3 موديل 2024، عربيه لسه بكتالوجاتها ماشيه 8000 كيلو. عربيه ريحه الفابريكا لسه فيها ما شاء الله، كل حاجه فيها زيرو. عربيه ما فيهاش سكراتش واحد، ما فيهاش جرام بوهيه ما شاء الله بدون ملحوظه. عربيه برضو سعرها حلو قوي، هنقرب بيها السوق. العربيه دي متوسط سعرها من 850 ل 900 الف جنيه. العربيه دي انا هجيب لك عليها اوفر حلو قوي من صاحب المعرض هنا. العربيه موجوده في معرض سيتي كارز، المعرض ده موجود على طريق شمال كوم اوسنا امام بنزيم التوت. لف لفه كده في القناه واعمل لنا اشتراك في القناه لو انت مش مشترك معانا، ولايك بايديك الجميل عشان يساعدنا في انتشار الفيديو ويخلينا نجيب لك عربيات افضل بحالات واسعار كويسه قوي في السوق اليومين دول. طبعا العربيه مرخصه فدي حاجه كويسه، فيها نمر شرقيه. العربيه اللون بتاعها لون من الالوان المميزه جدا اللي موجوده في العربيه دي. طبعا من الواجهه الاماميه مفيش تفاصيل كتير حابب ان احنا نتكلم عليها. الفوانيس بتاعتها بتكون اضاءه فيها ليدات ما شاء الله. كمان عندك هنا الفوج لايت، فدي حاجه كويسه قوي. العربيه طبعا لسه عليها اللزق بتاع الفابريكا زي ما انت شايف. المفتاح بتاعها بسيط وسيمبل جدا. العربيه دي ما بتنزلش بصمه، طبعا هي بتنزل فئه واحده فيها كل الكماليات، فتحه سقف والكلام ده كله. عربيه 24 فيها كل الاوبشن، فتحه سقف، شاشه، كاميرا، الفتيس بتاعها اوتوماتيك، الكراسي بتاعتها مريحه نفس قعده التوسان والسبورتاج. تعال ما نبص على الداخليه بتاعتها في السريع. لكن طبعا العربيه بقول لك زيرو، بس برضه هوريك كده تفاصيل بسرعه. يلا بينا. بص ما شاء الله هنا زي ما انت شايف كده مفيش سكراتشات، مفيش اي اثار. حتى اصحاب المعرض هنا ما رضيوش ان هم يغسلوها من الداخل عشان تشوفها. العربيه لسه خارجه من المصنع حرفيا. هنا عندك بطاحات، الكلام ده كله زيرو. عربيه بتلمع ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. تعال نشوف الجنب بتاعها يلا عشان ما نطولش عليكم. يلا بينا. طبعا من الجنب هنا زي ما انت شايف كده عندك الجنوب بتاعت العربيه بتنزل طبعا جنوط سبورت تون، حاجه ممتازه قوي. حاله الكاوتش بقول لك لسه بالشوك بتاعه، الكاوتش بتاعها انتاج 24 لان العربيه لسه نازله. بقول لك 24 ما شاء الله انتاج السنه دي، يعني مش هتاخد تصرف جنيه، وموفر من حق الزيرو من 50 ل 70 80 الف جنيه، فدي حاجه كويسه. طبعا عندك اشاره في المرايه. هنا عندك في الخط النيكل اللي موجود على الابواب ده. طبعا عربيه بينها وبين الارض مسافه حلوه قوي. طبعا عندك زجاج فاميرا كات على السقف. السقف هنا بيكون في فتحه سقف. وطبعا الجنب بتاع العربيه ما فيهوش تفاصيل ثانيه برضو عشان نتكلم عليها ونضيع وقت. تعال نشوف الظهر بتاعها كده في السريع. اميز حاجه طبعا في العربيه هنا ومديها شكل جمالي قوي الجنط اللي بيكون راكب ورا ومتعلق في الشنطه. الشنطه طبعا بتفتح الباب بتاعها كده، حاجه ممتازه. بيديك طبعا مساحه جميله قوي، ومخلي لك الشنطه قريبه من الارض عشان لو انت معاك اغراض او حاجه ما تضطرش ان انت ترفعها، مش زي العربيات مثلا التوسان والسبورتاج بتفتح كده. وطبعا عندك هنا في عازل بين الركاب وبين الشنطه، تقدر طبعا تشيله وتستفيد بالمساحه دي كلها. ولو معاك حاجات بسيطه تقدر تحطه عشان ما يبينش الاغراض اللي موجوده معاك. جميل. ده بالنسبه للداخليه. طبعا هنا الباب برضو ما شاء الله زي ما احنا شايفين ما فيهوش اي اثار لحمات دقات الكلام ده كله. المسامير بتاعته هنا ما فيش سكراتشات، مش الكلام ده كله عندنا طبعا من الداخليه هنا ما شاء الله. دي حاجه ممتازه قوي. تعالى اما نشوف بقى التفاصيل اللي موجوده في العربيه. هنا عندك طبعا في سنسور بارك خلفي، دي حاجه طبعا كويسه قوي. عندك الفوانيس هنا بتكون فوانيس هالوجين عاديه، وعندك اللمبات بتاعه الستوب هنا في عواكس شكلها جميل جدا. في طبعا سبايلر جاي بشكل صغير كده، وفي هنا بيلت ان اللمبه بتاعه الفرامل، ولكن جايه بشريط كامل واخده تقريبا 80% من عرض السبايلر. فدي برضو ما شاء الله من الحاجات الممتازه. مفيش تفاصيل تاني في العربيه من الخارج. خلينا نبص كده على المسطحات بتاعتها وبعد كده نشوف الانتيريور. يلا ما شاء الله عندك السقف هنا ما شاء الله حاجه ممتازه جدا. وعندنا طبعا فتحه السقف كمان هنا. الكبوت برضو ملزوق فمش محتاجين ان احنا نبص عليه، ولكن هو فابريكا بالكامل. هوريك طبعا حاله العربيه من الداخل ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. عندك هنا الفرش ما شاء الله معمول من الجلد فوق الفرش الاصلي، وعندك هنا في 3 مساند للراس ومسند وسطي. تعال اما نشوف بقى الصالون الامامي مع بعض. هنا طبعا عندك زرار التحكم في الزجاج، وهنا الضبط بتاع المرايه. ما فيهاش طبعا مرايات ضم، وفيها طاره مالتي فانكشن بالكامل هنبص عليها مع بعض. بالنسبه للفرش اللي موجود هنا ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده. هنبص على عداد العربيه والشاشه والتفاصيل اللي موجوده هنا زي ما احنا شايفين. طبعا هنا بالنسبه للعداد بتاع العربيه 8000 كيلو زي ما قلت لك. كمان هنا عندك الطاره بتاعه العربيه مالتي فانكشن بالكامل كده. العربيه فيها 2 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي،
باقي التفاصيل اللي هنا عندك فتحات المكيف، الشاشة اللي بتيجي بحجم 10 بوصة. عندنا طبعا التكييف هنا بيكون اوتو، فدي حاجة كويسة ما شاء الله. العربية مميزاتها جميلة جدا، عندك الفتيس بتاعها وهنا 2 كاب هولدر. العربية ممتازة قوي. طبعا فرجتك على العربية كلها، وبص زي ما قلت لك من اميز الحاجات اللي موجودة فيها ان الشنطة بتاعتها قريبة قوي من الارض، يعني انا قاعد كأني قاعد على الكنبة عندنا في البيت. العربية دي طبعا افضل اختيار في الاس يو في كقيمة مقابل سعر، سعرها كويس جدا لو انت عايز تبدأ في الاس يو في وعايز تجيب عربية اقتصادية. والشيري طبعا بقت دلوقتي سمعتها كبيرة جدا، وبرده عربية مش وحشة ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. فيها جنوط عالية، العربيه دي ما فيهاش جرام واحد بوهي، حرفيا ما فيهاش سكراتش واحد. كده طبعا نكون فسرنا كل جزء في العربيه. لو محتاج تعرف اي تفاصيل تقدر تتواصل بينا من خلال الارقام اللي موجوده في اول الفيديو، وما تنساش تتابعنا وتعمل لنا لايك للفيديو. كده نكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. كان معاكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.